السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بخير. معاكم مي من قناه ميوش ايه. النهارده فيديو جديد عن روتيني الصباحي في الشتاء. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا 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 على اليوتيوب، على انستجرام، وكمان على الفيسبوك. فالنهارده جاي اقول لكم الجزء الاول من روتيني الصباحي في الشتاء، وان شاء الله الجزء التاني هيكون الروتين المسائي. اول حاجه، كلمه روتين بالنسبه لي انا مش روتينيه خالص. يعني انا ممكن حاطه غسولين، حاسه ان بشرتي محتاجه الغسول ده النهارده بستخدمه، وهقول لكم كل حاجه واقول لكم الكريمات واللوشن وكل حاجه. يلا بينا بقى نبدا ونشوف اول حاجه. واول حاجه بالنسبه لي انا حاطه 2 غسول. بحس ان البشره ساعات محتاجه برضو غسول مقشر، فانا حاطه غارنيه 3 in 1. هو غسول مقشر، شايفينه اهو. هو غسول مقشر وقناع، وده تحفه بجد، جميل جدا جدا. وحتى كمان كلين اند كلير، غسول الوجه عميق المفعول. اول حاجه بعمل حاسه مثلا محتاجه سكراب، فبستخدم دوت غارنيه. هو ريحته حلوه، وهو من التين، مصنوع من التين الابيض تقريبا، تقريبا. هو كاتبلك ورا ازاي تستخدميه كمقشر، وازاي تستخدميه كقناع، وازاي تستخدميه كغسول. هو حلو جدا، حسيت هو كمان بينعم البشره. لكن مثلا غسول للوجه اللي هو عميق المفعول يمكن قد كلير، بحس ان هو ممكن يستخدم كده في وسط النهار لو انا قاعده في البيت، عشان هو كمان بيخلي البشره كده كانها ساقعه وفريش. ببقى محتاجه في اليوم، كل يوم مقشر وغسول. وبعد ما خلصت الغسول وغسلت وشي، بروح اوضتي وبستخدم نوعين من ميه الورد. ميه الورد دي من ايفون وتحفه، يعني بجد جميله جدا. لكن ميه الورد دي اللي هي ميه الورد العاديه اللي هي من حدائق الشاتو دي، بس هي دي الازازه بتاعت ايفا، بتاعت ميه الورد. بس ميه الورد بتاعت ايفا ملهاش لازمه، ما تجيبوهاش. لكن هاتوا اللي هي بتبقى في السوبر ماركت عاديه. بس انا لازم احط لها حاجه، ما ينفعش استخدم من غير حاجه. بحط لها يعني الازازه دي كلها بحط لها من كبسولتين ل3 فيتامين اي، وبرجها. بتبقى كده ميه ورد كده مزيته شويه او مش مزيته قوي. يعني لو انتي ببشرتك دهنيه ممكن تحطي كبسوله واحده، بس بحس ان هي زودت فوائد البشره كده يعني. وساعات كمان بستخدم بتاعت ايفون لو بقى حاسه ان انا بشرتي يعني محتاجه تنظيف اكتر بعد المقشر، فبستخدمها. خلاص خلصت التونر بميه الورد. اجي بقى احط الكريم المرطب. الكريم المرطب اللي انا حاطاه في العلبه دي انا اللي عاملاه، بس هقول لكم انا حاطه فيه هو بتاع هيمالايا. ثواني هوريه لكم. هو ده بتاع هيمالايا. هيمالايا ما عجبنيش خالص في الصيف، ولا هو ولا جونسون، بس هيمالايا وجونسون حبيتهم اكتر في الشتاء. بالنسبه لي كانوا بيطلعوا لي كده زيوت، فما حبيتهمش. كنت بستخدم نيفيا سوفت في الصيف، لكن في الشتاء من اول الشتاء ما بدأ بستخدم هيمالايا. وجونسون خلصته كمان. جونسون هو علبته ابيض في بينك كده. ده حاطه كريم هيمالايا، وحاطه كبسولتين فيتامين اي، وحاطه قطرات من ميه الورد. مش عايزه اقول لكم ان هو تحفه التحف، طرالي بشرتي من اول استخدام. جربيه. هو هتحطي مثلا معلقتين صغيرين من الكريم بتاعك، اي كريم بقى انت حباه وبيجي على بشرتك، وتحطي كبسوله لو بشرتك دهنيه، وشويه ميه ورد. تمام. واخلطيهم مع بعض وسيبيهم شويه، بعد كده حطيهم على بشرتك. جربيها، لو عجبتك كملي عليها. خلصت الكريم. منساش كريم العين. انا عندي ده هيبقى اسمه، هو طبي، سعره 100 جنيه. كنت عامله عنه ريفيو قبل كده. ده للهالات والانتفاخ.
حبيته للترطيب، ولو استمريتي عليه وعملتي نظام ان انتي تنامي بالليل كويس عدد ساعات كافية، قادر ان هو يضيعلك هالات. بس الاستمرار وان انتي تاكلي كويس وتشربي كويس، واكتر حاجة تنامي عدد ساعات، مثلا من 8 ساعات ماكسيمم 8 ساعات. فحبيته جدا. هو كمان وغارنيه. غارنيه بحسه للبنات اللي هي الصغيرة اللي لسه هيبتدي عندها هالات، يعني لسه فيها شوية هالات، تستخدميه كترطيب. وانا زودت عليه برضو فيتامين اي. وفيتامين اي كنت قايله للصيدلي، قال لي هو بيضيع الهالات مع الاستمرار. فانا حطيت على غارنيه كبسوله من فيتامين اي برجه. وهو كمان في كده زي حاجه شايفينها، زي حديده حاجه كده، بتبقى ساقعه فبتعمل فريش كده لتحت العين. وبعد ما خلصت الوش كله، العين والبشرة، بستخدم بقى كريم الايد. ده بستخدمه الصبح. ده من ايفون من كير. ده كنت برضو مش جايباه في مشترياتي. ده بالجليسرين والكالسيوم وفيتامين اي، ولترطيب الاظافر كمان. هو قربت اخلصه اصلا. حبيته جدا 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 جدا. في منه كمان لتفتيح الايد، انصحكم بيه. وبعد كده بستخدم لابيلو لترطيب الشفايف. لابيلو جميله جدا. هي لونها كده بالكريز تقريبا، شيري. هي فيها كده ايه زي جليتر شويه. هي دي ريحتها تحفه. كان سعرها تقريبا 15 او 12 من كارفور. وفي كمان بالبطيخ وفي حاجات تانية كتير. حبيتها قوي، جميله جدا. وبتسيب لون كمان على الشفايف كده وردي، احمر شويه، يعني بجد جميله. وبعد ما خلصت ايدي بحب استخدم من ايفون اللي هو سبراي مرطب ما بعد الاستحمام بزبدة الشيا. ده ايه رومانتك. تمام. ده بستخدمه في ايه؟ ده مش بستخدمه على جسمي، هو ممكن على فكرة للجسم، بس انا مش بستخدمه في جسمي عشان انا عندي تاني واحد تاني. ده بستخدمه من الايد، من اول الايد هنا لحد الكوع، ترطيب كل يوم. وكمان ساعات بستخدمه في رجلي من اول المعصم تقريبا الانكل لحد الركبه. واخر حاجه قبل ما اطلع من اوضتي بحب احط برفان. فبرفان الطفوله ده عندي، برفان الطفوله اسمه انبرا. يعني ده برفان بحبه جدا. لا ريحته تحفه كمان، وريحته كده بسيطه هاديه رقيقه. فحبيته جدا. وعشان كمان هو برفان الطفوله فبجيبه على طول. فبحط كده قبل ما اطلع من اوضتي. حتى لو انتي لابسه مثلا تريننج او هدوم البيت برضو بحب احط برفان. واكيد طبعا مش هنسى شعري، لازم اسرحه كل يوم. فبستخدم زيت لما اجي اسرحه. عندي 2. عندي روزانا. ده ده كان فيه حاجات كتير هقولكوا كان فيه ايه. في زيت املة، زيت جوز الهند، زيت زيتون، زيت اللوز، فيتامين ه. وعندي كمان ليندو. ده ده الدكتوره بتاعه البشره، بتاعه الشعر، بتاعه الجلديه كانت كاتباهولي عشان يقوي الشعر ويطوله. ولا وبسرعه يعني تحفه، انا شعري طويل. ده بقى ايه؟ ده هو مكتوب الحل المثالي لإعادة الحيوية وقوة للشعر، تركيبة طبيعية آمنة، تركيبة مميزة ذات مكونات مركزة. هو في اسبراي، والاسبراي ده بيسهل جدا ان انتي هتاخدي يعني تقسمي شعرك نصين وترشي وتسرحي. جميل جدا، انصحكم بيهم هما الاتنين. جربي ده وجربي ده. وهو يعني مش مدهن قوي لو في مثلا شعر دهني. لو في شعر دهني يبقى ده احسن سبراي، عشان ده شويه ايه فيه شويه زيوت. فممكن لو انت دهني وشعرك دهني فهيبقى حاجه صعبه. فانصحك بده لو شعرك دهني. لو انت شعرك جاف او مختلط او مش بيطلع زيوت خالص في الشتاء، انصحك بالزيوت دي، تحفه بجد.
يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا واستفدتوا اكتر حاجه يعني بالنسبه لي ان انتوا تستفادوا وتسالوني. دي بتبقى عندي حاجه مميزه. والفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا بيه. لو في اي بنوته عايزه تسالني اي سؤال هتلاقي التعليقات تحت تتفضل وهجاوبها اكيد. ما تنسوش بقى تشوفوا الجزء التاني اللي هو العنايه ببشرتي وبجسمي بالليل. باي.